السلام عليكم. كل سنتين كده او كل سنه بينزل انمي محدش بيبقى مستني منه اي حاجه، ولكن الانمي ده لما بينزل والناس بتتفرج عليه بيكسر الدنيا حرفيا. والسنه دي كان الانمي ده هو كايجو نمبر 8. من اول ما تم اعلان ان المانجا هيتعمل لها انمي، وناس كتيره جدا كانت بتقول لا الانمي هيبقى حلو، الانمي هيبقى عظيم، ولكن محدش كان متوقع ان فعلا الانمي هيكسر الدنيا بالشكل ده. وفعلا الانمي لما نزل الانمي خطير جامد جدا، واحد من احسن الانميات اللي نزلت السنه دي، اللي لم يكن احسن انمي نزل السنه دي. فتعالى نتكلم واحده واحده عن انمي كايجو نمبر 8 وليه الانمي ده انمي حلو جدا رغم انه بسيط وفكرته بسيطه. القصه بتاعتنا بتبدا في عالم البشر، العالم اللي فيه بيظهر تهديد على حياه البشر. التهديد ده متلخص في وحوش الكايجو، وحوش الكايجو الوحوش اللي محدش عارف هي جت منين، الوحوش الضخمه جدا اللي بتدمر البشر، اللي بتعمل كوارث. ومن هنا بيحصل حادثه للبطل بتاعنا والبطله بتاعتنا، وهو كافكا ومينا. هما الاثنين بيحصل لهم هم اطفال حادثه بيقسموا بيها وبيتفقوا ان هم لما يكبروا هينضموا لوحده مكافحه الكايجو وهيبقوا اقوى جنود وهيحاربوا الكايجو مع بعض. والحلم ده بيتحقق فعلا، بس المينا مش لكاف. مينا بقت واحده من اقوى الجنود في وحده مكافحه الكايجو، واحده من اجمد الجنود اللي احنا بنشوفها، واحده من الناس اللي بتتطلعوا ليها وجنديه وبطله يفتخروا بيها. هيبن وكافكا ما نجحش ان هو ينضم. هيبن وكافكا بقى شغال في وحده تنظيف المخلفات ما بعد الكايجو، يعني لما بيتهزم الكايجو بيصير بقى اشلاءه بتتناثر في كل مكان وبتتدمر وكل حاجه. فهيبن وكافكا اشتغل في الوحده اللي متخصصه في ان هي تنظف، يعني من الاخر مينا تهزم وحوش الكايجو، كافكا ينظف وراها. وهو خلاص كان رمى حلمه، خلاص انا مش هقدر احقق الحلم ده، انا راضي باللي انا بعمله ده، انا برضو بعمل حاجه مهمه جدا وحاجه مفيده جدا للمجتمع اللي انا عايش فيه. لغايه ما بتحصل له حادثه بتخليه لا انا عايز ارجع تاني وهقدم على وحده مكافحه الكايجو واخش وابقى جندي واطارد حلمي مره تانية. وهنا بيجي وحش الكايجو الغريب وبيخش جواه وبيتحول لكايجو. وده بالمناسبه مش حرق، ده ملخص بسيط جدا لاول حلقه بس في المسلسل، يعني حتى مش حرق الحلقه اللي في اول المسلسل، ما تقلقش. يعني لو جيت بصيت معايا للقصه هتلاقي ان القصه فعلا بسيطه جدا، قصه ممكن تكون شفتها في انميات كتير، وفعلا هي قصه بسيطه، ودي احلى حاجه فيها بالمناسبه، ان القصه بسيطه ولكن التنفيذ في القصه ولما تخش جوه الانمي، لا الانمي جامد جدا، الانمي جامد جدا جدا جدا. كافكا بينضم وبينجح ان هو يكون جندي جوه وحده مكافحه الكايجو، كاضعف جندي موجود، كاكبر جندي سنا، هو عنده 32 سنه موجود في وحده مكافحه الكايجو، وهو اصلا كايجو، يعني هو كايجو وحش موجود في وحده مكافحه الوحوش. فطبعا ممكن يطلع من القصه دي حاجات كتيره جدا، وفعلا طلع منها حاجات كتيره جدا وحاجات حلوه جدا. الحاجه اللي انا بحبها طبعا في اي انمي وانا اتكلمت عليها في اكتر من مره، وهو الاوبننج بتاع فعلا كايجو نمبر 8. اوبننج حلو قوي، اوبننج مختلف، طريقه الفيجوال بتاعته لما تتفرج عليه الاوبننج حتى لما تسمعه هو جامد جدا. ودي من الحاجات اللي انا قلتها اكتر من مره اللي بتساعدك في ان انت تدخل عالم الانمي، او بالنسبه لنا يعني. احلى حاجه في القصه دي زي ما قلت انها بسيطه، وان طريقه التنفيذ بتاعتها جامده جدا. يعني احنا مش بنتصارع، مش عمالين نجري 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 في الانمي وبتاع عايزين نطلع، لا احنا ماشيين برتم بسيط جدا، مره واحده هنعلي الريتم نوصله لحلقات جامده جدا، وفي نفس الوقت احنا هنريح شويه عشان برضو ده الطبيعي، يعني مش هينفع نمشي برتم عالي، لا هنفضل ماشيين طالع نازل نعلي نديك مش عارف ايه الكلام ده. وفعلا هم ما استعجلوش ان هم يقدموا اي حاجه في الانمي ده. الانمي تم التعامل معاه بشكل اكتر من رائع، الحلقات تم التعامل معاها بشكل اكتر من رائع، لدرجه ان هم 12 حلقه ممكن اقول لك ان مفيش ولا حلقه ممله، كل الحلقات ممتعه جدا جدا جدا. والفايتات في الانمي ده خطيره، لما تحب تعمل فايت جامد جدا هعمل لك فايت جامد جدا، هعمل لك فايت تتفرج عليه وترجع تتفرج عليه اكتر من مره، هعمل لك لحظات دخول ولحظات ايبك مش طبيعيه، هتبقى انت متوقعها ولكن هتبقى مستنيها، اللي هو نوعيه اللي هو ايه، انا مستني اللحظه دي عشان انا عارف ان انا هتحمس وهتعظم منها. واللحظات دي موجوده في الانمي بشكل كبير، المكافآت في الانمي ده واللحظات اللي زي دي موجوده وبتديك حق، لحظات الصدمه موجوده برضو وبتديها حقها. فالانمي فعلا من كل جوانبه هو انمي ممتع جدا، هو انمي جميل جدا، هو انمي خفيف. 12 حلقه والله العظيم 12 حلقه الواحد فعلا ما كانش عايزهم يخلصوا. وفعلا الحلقه الاخيره اللي نزلت اللي هي الحلقه ال 12 انت وهي بتخلص اللي هو يا اخوانا انتوا جايين تخلصوه دلوقتي، لحظه ما الانمي فعلا بدا هم خلصوا الانمي وقال لك خلاص احنا يلا نستناكم في السيزون الثاني. اتمنى طبعا ان هم يزودوا وان الانمي يزيد عن كده وان الريتم يعلى اكتر، وانا واثق ان الريتم هيعلى وهيبقى اجمد من كده بكتير، لان احنا خلاص دخلنا في صلب الاحداث. انمي كايجو نمبر 8 انمي جامد جدا، الشخصيات اللي موجوده في الانمي كله انا مش عايز بس اتكلم في حاجات احرق منها، ولكن الشخصيات جامده جدا. كابتن هوشينا باد از شخصيه جامده بشكل مش طبيعي، هتحبها جدا يعني. وبص هو مديك نفس الفايب بتاعت ليفاي برضه، هو قصير وشعره غريب، شعره قصير كده برضه، يعني هو ايه، هو ليفاي على متطور شويه. نفس الكلام بالنسبه لشخصيات كتيره جدا موجوده في الانمي، حاجه خطيره يعني، اللي هو انت هتحب الشخصيات وهتحب الانمي وهتحب الحاله اللي هم عاملينها. انمي ممتع لابعد الحدود، من احسن الانميات اللي نزلت السنه دي، من اكتر الانميات اللي لو حد عايز يتفرج على انمي فعلا لذيذ يخلصه في قعده كده، كايجو نمبر 8 من احسن الانميات اللي ممكن تتفرج عليها في الوقت الحالي. انمي ممتع، انمي خطير، ترشيحه معلم، اتفرج واستمتع. بس كده.
شكرا لكم على صوتكم في نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، في سوريا، في السودان، كل اخواتنا المستضعفين في كل مكان. اتكلم عنهم، اتبرع لو تقدر، لو مش قادر تتبرع انشر على قد ما تقدر عشان نقدر نوصل لناس تقدر تتبرع، عشان نقدر نجمع ناس بعائلتها مرة تانية، عشان نحاول نساعدهم بأبسط حاجة نقدر نعملها. ربنا يا رب يكون في عونهم، ربنا يا رب ينصرهم إن شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبس كده، شكرا لكم، سلام.